السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمود النوحي، مدرس الفيزياء للمرحلة الثانوية. في الفيديو ده ان شاء الله هنكمل مع بعض كورس تأسيس مادة الفيزياء، سواء كنت في اولى او تانية او تالتة ثانوي. طبعا في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن جزئية مهمة جدا، وهي الصيغة المعيارية لكتابة الأعداد، وعرفنا ازاي بنكتب العدد بأكتر من طريقة. في الفيديو ده بقى ان شاء الله هنتكلم عن الجزئية الأهم بقى على الإطلاق، وهي تحويل وحدات القياس أو التحويلات والبادئات القياسية. يعني ايه تحويل وحدات القياس؟ وليه أصلا بنحول وحدات القياس ديت؟ بص يا سيدي، أنا عندي مثلا كمية فيزيائية زي الطول. لو أنا مثلا عايز أقيس طول الفصل ده بقيسه بالمتر، بقول مثلا طول الفصل أو طول الغرفة ديت 4 متر أو 5 متر. طيب لو أنا بقيس مثلا طول القلم ده هستخدم السنتي بقى، السنتيمتر. اقول مثلا طول القلم 10 سم او 15 سم. طيب لو انا بقيس سن القلم هستخدم الملي، اقول مثلا سن القلم 1 ملي او 2 ملي وهكذا. يعني دلوقتي وحدة قياس الطول اختلفت باختلاف الحاجة اللي انا بقيسها، فانا بستخدم الوحدة المناسبة ليا. ده في حياتنا اليومية. اما بقى في مسائل الفيزياء ما ينفعش استخدم وحدة لقياس الطول غير وحدة واحدة فقط، وهي المتر. يعني لو اداني في المسألة وحدة للطول بالسنتي او بالملي او بوحدات تانية كتيرة بقى زي الكيلو مثلا وكده، لازم احولها للوحدة الدولية وهي المتر. طيب كذلك برضو الكتل. لو انت مثلا بتشتري فاكهة بتروح تشتري مثلا بال2 كيلو وال3 كيلو، يعني بتستخدم وحدة الكيلو في الكتل بتاعت مثلا الفواكه والخضروات. طيب لو انت مثلا بتشتري بقى ذهب، طبعا الذهب بقى بتبقى بتتعامل بالجرامات الصغيرة، تشتري مثلا خاتم 5 جرام 4 جرام وهكذا. طيب لو انت بتشتري بقى حديد هتستخدم بقى وحدة الطن، يعني وحدة كبيرة ملائمة لكتلة الحديد الكبيرة. يعني برضو في الكتل الوحدة برضو اختلفت من حاجة للتانية، يعني بحيث ايه تستخدم انت الوحدة الملائمة والمناسبة للحاجة اللي انت بتقيسها دي. اما بقى في مسائل الفيزياء برضو الوحدة الأساسية أو الوحدة الدولية لقياس الكتلة هي وحدة واحدة فقط، وهي الكيلوغرام. يعني ما ينفعش استخدم الجرام ولا ينفع استخدم الطن. فلو اداك بقى في المسائل وحدة بالجرام أو وحدة للكتل بالطن، لازم تحولها لمين؟ لكيلوغرام. هنحول ازاي؟ هنعرف بقى الكلام ده في الحصة بتاعت النهارده. كذلك برضو الزمن، انت ممكن مثلا تستخدم مثلا الزمن بالدقائق او بالساعات. طيب الوحدة الدولية للزمن عند ايه في المسائل بتاعت الفيزياء بتاعتنا؟ هي الثانية. يعني لو اداك في المسألة وحدة للزمن او اداك زمن يعني بالدقائق او بالساعات، لازم تحولها لايه؟ لثواني. هنحول ازاي؟ ده بقى اللي احنا هنعرفه ان شاء الله في فيديو النهارده. طيب في الاول كده في حاجة اسمها البادئات القياسية. تمام؟ في البادئات الصغيرة وفي بادئات كبيرة شوية. تعالوا كده نعرفهم مع بعض بالتفصيل. بسم الله. أول حاجة يا شباب هنا كده البادئات الصغيرة، ساعات بنسميها مثلا الكسور. ماشي. رقم 2 هنا نتكلم عن البادئات الكبيرة، ممكن نسميها برضو المضاعفات. حلو كده. دي كم واحدة ودي كم واحدة؟ البادئات الصغيرة دي حوالي 8. تمام؟ عليك حفظ. والبادئات الكبيرة حوالي 5. بس دي الجزئية اللي انت هتحفظها، عشان بقى التحويلات بقى هم حوالي 4 أنواع من المسائل، 4 مستويات. أنا هديهم لك وإن شاء الله هتحلهم بكل سهولة. بس أهم حاجة تحفظ لي الرصة اللي أنا هرصها دلوقتي. بص يا سيدي، احنا قلنا البادئات الصغيرة 8 حاجات: 1 2 3 4 5 6 7 8. والبادئات الكبيرة 5 بس: 1 2 3 4 5. ركز بقى معايا عشان دي بس الجزئية اللي حفظ بس في الدرس يعني. أول حاجة في البادئات الصغيرة الدي سي، الرمز بتاعه حرف الدي. وده بيساوي كام؟ ده بيساوي قال لك 10 اس -1. بسيطة.
طبعا الديسي ده كنا بنستخدمه زمان في قياس الطول، تمام. وده يا شباب هيبقى اكبر حاجه في البادئات الصغيره، اكبر حاجه في البادئات الصغيره هيبقى مين؟ الديسي. يعني الطول كل ما انا بنزل كده هتلاقي البادئه بتصغر. طيب بعد كده نصغر شويه نروح للسنتي، رمزه حرف سي، ده بيساوي 10 أس سالب 2. رمزه حرف السي، ده بيساوي 10 أس سالب 2، تمام. بعد كده الملي، حرف الام اهو، 10 أس سالب 3. بعد كده المايكرو بقى، طبعا المايكرو هتبقى واحدة مشهورة جدا معانا، 10 أس سالب 6. بعد كده النانو، 10 أس سالب 9. بعد كده الانجستروم، الانجستروم بقى حرف الايه كده وعليه صفر صغير فوق كده اهو، ده بيساوي كام؟ 10 أس سالب 10. نصغر اكتر نبقى نروح للبيكو، حرف البي كده، 10 أس سالب 12. نصغر اكتر بقى اخر حاجه وهي مين؟ الفيمتو، 10 أس سالب 15. طبعا اللي اكتشفها العالم المصري العظيم احمد زويل، اللي هي معروفه بالفيمتو ثانيه. طيب يبقى مع بعض بالراحه. قلنا اول حاجه ده الديسي، اكتب لك اسامي برضه بالعربي اهو، وده السنتي، وده الملي، وده المايكرو، وده حرف الام ده النانو، والايه ده انجستروم، والبي ده البيكو، والاف الفيمتو. هنستخدمهم ازاي هقول لك دلوقتي، بس واحده واحده كده معايا. طيب البادئات الكبيره بقى او الوحدات الكبيره قلنا 5. اول حاجه الهكتو، الهكتو حوالي 100 يعني 10 أس 2. هتستخدمه في ايه؟ مش هتستخدمه في حاجه، ماشي، بس اعرفها وخلاص. طيب بعد كده الكيلو، الكيلو بيساوي 10 أس 3. بعد كده الميجا، ام كابيتال كده، 10 أس 6 مليون يعني، تمام. بعد كده الجيجا، طبعا الميجا والجيجا بقى حاجات انت عارفها، دي وحدات تخزين بقى ايه؟ الذاكرات بتاعت الموبايلات والميموريات والحاجات دي. الجيجا ده 1000 مليون يعني مليار، يعني 10 أس 9. اكبر حاجه بقى عندنا مين؟ التيرا بقى، حرف التي كده، 10 أس موجب 12. يقول لك مثلا هارد الكمبيوتر ده 1 تيرا 2 تيرا وهكذا. طيب يبقى اسمهم بالعربي اهو. اول واحده ديت الهكتو، قلنا في الغالب يعني مش هتجيلك بس اعرفها خلاص، عشان لو شفتها في اي مكان يعني تبقى انت عارفها معايا. والكي ده الكيلو، والام ده الميجا، والجي ده الجيجا، والتي ده التيرا. اظن يعني كلام لذيذ خالص، مفيش فيه ادنى مشاكل. طيب دول بقى يا شباب يعني ايه الجزئيه اللي انا عايزك تحفظها بس معايا، عشان واحنا بقى ايه المستويات. انا قلت لك عندي حوالي 4 مستويات للاسئله. تعالوا كده نشوف مع بعض بقى بكل بساطه. المستوى الاول، بسم الله. ليفل 1. يديك مثلا، طيب كده نشوف امثله. رقم 1 يقول لك مثلا عندك 5 سنتيمتر، يا ترى دي بتساوي كام من المتر؟ المستوى الاول بقى يا شباب يديك بادئه من دول 8 هنا و5 هنا، يعني كلهم حوالي 13 اهو. يديك واحده فيهم يقول لك حولها للوحده الدوليه. هتعمل ايه؟ هتشيل الرقم بتاعها، يعني تشيلها تحط الرقم بتاعها اللي هو بيساويها بس. طيب يعني هنا كده بكل بساطه هنقول ايه؟ ال5 دي تنزل زي ما هي اهي، والمتر ده دي الوحده تنزل زي ما هي، وحده قياس الطول. طب والسنتي؟ السنتي ده رقم، شيله حط ما يساويه. السنتي هنا كان بيساوي كام؟ اهو 10 أس سالب 2، عشان كده لازم تكون حافظه بقى. يبقى شيل السنتي حط 10 أس سالب 2، يبقى الناتج هنا كده 5 سنتيمتر فيها كام من المتر؟ فيها 5 في 10 أس سالب 2 من المتر، تمام؟ مثال تاني، بسم الله. 6 مثلا مايكرو امبير، فيها كام؟
او بيساوي كام امبير؟ مين الامبير ده؟ ده وحدة قياس شدة التيار، هتقابلك في ثالثة سنة. طيب بس نفس الطريقة، يلا الستة تنزل، الرقم ينزل، والوحدة تنزل، مش عاوز تحول الامبير تنزل زي ما هي. طب والمايكرو ده رقم بيساوي كام؟ اهو المايكرو 10 اس سالب ايه 6. خلاص يبقى انا اشيل المايكرو احط ما يساوي، شيل احط 10 اس سالب 6. يبقى الناتج كده 6 في 10 اس سالب ايه 6 امبير، 6 مايكرو امبير. ادي ال6 اهي والامبير اهو، وشلت المايكرو حطيت الرقم اللي بيساويه، بس كده بكل بساطه يعني. ده المستوى الاول سهل خالص. مثال كمان اهو ثبت لك المعلومه اكتر. قلت لك مثلا 13 اي رقم يعني 13 مثلا فيمتو ثانيه، ده بيساوي كام من الثانيه؟ برضه بنفس الطريقه، هتقول لي الرقم هينزل زي ما هو، تمام، والثانيه دي وحده القياس تنزل زي ما هي، ثانيه اهي سكند. طيب والفيمتو ده رقم بيساوي كام تحت هناك اهو 10 اس سالب ايه 15. اشيل الفيمتو واحط ما بيساويها 10 اس سالب ايه 15. يبقى الناتج كده 13 في 10 اس سالب ايه 15 من الثانيه، بس كده. طيب ده شباب كان المستوى الاول. يديك اي بادئه من دول شيلها وحط ما يساويها، تمام. لو عايز ناخد مثال كمان اهو، يلا مثال اخير. يقول لك مثلا 20 مثلا ميجا متر، دي فيها كام بتساوي كام من المتر؟ نفس الطريقه، قلنا الرقم بينزل هتنزل ال20 والمتر ده الوحده تنزلها زي ما هي، تمام. والام كام متر ده الميجا بقى، اللي هو بيساوي كام؟ قلنا 10 اس 6. لازم تكون حافظ بقى الميجا 10 اس 6. يبقى شيل الام الميجا ده وحط 10 اس موجب 6 يبقى كده الناتج كده بيساوي 20 في 10 اس 6 ايه من المتر، بس كده. ده كان المستوى الاول بكل سهوله. طيب نشوف المستوى الثاني. بسم الله. ليفل 2. يبقى شباب المستوى الاول هو كان بيديك بادئه من ال 13 دول اللي هم ال8 وال5، تمام، سواء كانت كبيره او صغيره. بكل بساطه انت بتشيلها تحط الرقم اللي بيساويها، عشان كده بقول لك لازم بقى تكون حافظهم. طيب المستوى الثاني بقى، يطلب منك انك تحول بين تحويلتين من التحويلات اللي عندي دي. ازاي؟ يعني مثلا يطلب منك انك تحول مثلا من ميجا لنانو، او من مايكرو لسنتي، او من ملي لكيلو، وهكذا يعني تلعب بالارقام بمعنى صح. تعالوا كده نشوف هنعملها ازاي، برضه سهله باذن الله. ناخد مثلا مثال، يقول لك مثلا 5 ملي متر. خد بالك بقى الام الاولى دي الملي، الام الثانيه ده المتر، تمام. البادئه بتيجي قبل وحده القياس. طيب هو عايزها بتساوي كام من مثلا من الكيلو متر؟ يعني الملي ده بادئه، طب والكيلو بادئه ثانيه. كده احنا بنحول من بادئه الى بادئه اخرى. بنعمل ايه؟ بص يا سيدي الطريقه والله اسهل منها مفيش. بتنزل الرقم برضو اللي انت عاوز تحوله، ادي ال5، وبعدين تقوم فاتح لي شرطه كسر كده، تضرب في رقم وتقسم على رقم، تضرب في مين وتقسم على مين؟ تضرب في الوحده الاولى او البادئه الاولى وتقسم على البادئه الثانيه. يعني انت هنا كده هنضرب في الملي وهقسم على مين؟ وهنقسم على الكيلو. خلاص كده. طيب الملي ده كان بيساوي ايه؟ هكتبها لك بالعربي يبقى كده نضرب في الايه؟ نضرب في الاولى، تمام، ونقسم على مين؟ على الثانيه. وطبعا هنا الرقم بقى يبقى كده 5 في البادئه الاولى كام الملي؟ اللي هي 10 اس سالب 3 هنا كام؟ تمام، الملي 10 اس سالب 3، وهنقسم على الكيلو يعني هنقسم على 10 اس موجب ايه؟ اس موجب 3. تعالوا كده نشوف. يبقى فوق 10 اس سالب 3 وهنقسم على الكيلو، الكيلو ده تحت، ده الوحده اللي انت رايح لها بقى تقسم عليها تحت 10 اس موجب ايه 3. بعد كده تعملها بالاله بقى. طبعا الناتج اللي هيطلع تحط جنبه ايه؟ كيلومتر، الوحده اللي انت رايح لها. لو انت مش عايز تعملها بالاله عادي دي سهله، انت ممكن تعملها ايه؟ بايدك كده على طول. طبعا في القسمه بتطرح الاس، هيبقى سالب 3 سالب 3 بقت سالب كام؟ بقت سالب 6. يبقى كده 10 اس سالب 6 كيلومتر. يبقى الناتج بقى اللي هيتحط هنا كده المفترض 5 في 10 اس سالب 6 ايه؟ 5 في 10 اس سالب 6 ايه؟ كيلومتر. طيب ناخد مثال كمان، مثال رقم 2 اهو.
يقول لك مثلا عندي 15 فيمتو ثانية، ماشي، عاوزين نشوف هي فيها كام من الميكرو ثانية. هتقول لي والله برضو اسهل منها مفيش، هنعمل ايه؟ يلا خطواتها. انزل الرقم زي ما هو، وبعد كده اضرب في البادئة الاولى واقسم على البادئة الثانية اهو. 15 دي تنزل، وهضرب في الفيمتو واقسم على مين؟ على الميكرو. يعني بكل بساطة 15 في الفيمتو 10 أس سالب 15 تحت الميكرو 10 أس سالب ايه؟ 6، وتطلع الناتج ايه بالآلة. تمام؟ يعني هتبقى كده 15 في الاسم قلنا بنطرح الأسس، هتبقى سالب 15 سالب 6، يعني سالب 15 زائد 6 فسالب 9. بعد كده 10 أس سالب 9 بس. طب الوحدة اللي أنا أحطها بقى اللي أنت رايح لها اللي هي ميكرو إيه؟ ميكرو ثانية. يعني المفترض نكتب هنا كده 15 في 10 أس سالب 9 ميكرو ثانية. ناخد مثال ثالث نثبت المعلومة أكتر. رقم 3 يقول لك مثلا عندك 20 كيلو متر، فيها كام من السنتيمتر؟ نفس الطريقة هتقول لي 20 الرقم بينزل زي ما هو، ماليش علاقة بيه اهو، الرقم ده ينزل زي ما هو، وهضرب في البادئة الأولى وأقسم على مين؟ على البادئة الثانية. هضرب في الكيلو اللي هو 10 أس موجب 3 عشان كده بقى لازم تكون حافظ التحويلات دي، وأقسم على السنتي. يبقى أنا أضرب في الأولى وأقسم على مين؟ على السنتي. البادئة الثانية السنتي كان 10 أس سالب إيه؟ 10 أس سالب 2. والوحدة بقى اللي أنت رايح لها بقى اللي هي كانت سنتي إيه؟ سنتيمتر. يبقى كده الناتج ده بيساوي 20، هنطرح برضو الأسس 3 ناقص 2 بقت 3 زائد 2 يعني كام؟ 10 أس 5 سنتيمتر. فالناتج بقى المفترض يتحط هنا كده 20 في 10 أس موجب 5 سنتيمتر. أظن يعني الكلام سهل يا شباب. كده خدنا المستوى الأول والمستوى الثاني من التحويلات. هنمسح بقى إن شاء الله السبورة وندخل في المستوى الثالث. بسم الله. ماشي يا شباب، نكمل كده. كنا خلصنا المستوى الأول والمستوى الثاني. تعال بقى نشوف كده المستوى الثالث. المستوى الثالث ده بقى أنا بحب أسميه التحويلات الخاصة. تحويلات خاصة بإيه؟ حوالي 5 حاجات. ركز كده معايا. بسم الله. أول حاجة تحويلات خاصة بالسرعة. أنا عندي السرعة دي في الوحدة الدولية تقاس بالمتر على الثانية. بالمتر على إيه؟ على الثانية. لأن السرعة اللي تفتكر من أيام إعدادي كانت بتساوي المسافة على الزمن، والمسافة تقاس بالمتر، والزمن تحت تقاس بالثانية، يبقى هي تقاس بالمتر على الثانية. يبقى كده السرعة ديت الوحدة الدولية بتاعتها هي المتر على الثانية. يعني لو اداك أي وحدة تانية غير المتر على الثانية للسرعة يعني لازم تحولها المتر عليه على الثانية. طيب ممكن يدينا إيه؟ بص يا سيدي، أول حاجة ممكن يديك وحدة مشهورة اللي هي كيلومتر على الساعة. كيلومتر يديك السرعة بالكيلومتر على الساعة، لازم طبعا تحول لمتر على الثانية. يا ترى بقى الكيلومتر على الساعة في كم متر على الثانية؟ قال لك اضرب في 5 على 18. في 5 على 18. طيب مثال، لو قال لك مثلا عندي سرعة سيارة مثلا 80 كيلومتر على الساعة، يا ترى دي بتساوي كام من المتر على الثانية؟ اقول له لا، بكل بساطة ال80 تنزل، لان ده الايه؟ الرقم اهو. عاوز تحول انت من ايه لايه؟ من كيلومتر على الساعة لمتر على الثانية. خلاص هضرب ال80 ديت في 5 على 18 والناتج يطلع بالمتر على الثانية. بس كده. طيب اللي عاوز يفهم بقى ال5 على 18 دي جت من ايه؟ بص يا سيدي، احنا بنحول من كيلومتر على الساعة الى متر على الثانية. بالراحة بقى، الكيلومتر فيه كم متر يا ترى؟ لو تفتكر في البدايات الكيلو كان فيه 10 أس 3 يعني 1000 اهو. طيب الساعة الاتش ديت رمز الأور، الساعة يعني فيها كم ثانية؟ فيها 3600 ثانية. عرفت منين؟ الساعة فيها 60 دقيقة، تمام؟ والدقيقة فيها 60 ثانية، يعني هضرب 60 في 60 يعني 3600. يبقى انت كده كأنك فوق. يبقى هنا كده كيلومتر على الساعة بتساوي كام متر على الثانية؟
فوق كده كأن فيها 1000 زي ما هو اهو، تحت بقى 60 في 60 يعني 3000 و600. هتختصرهم يطلع 5 على 18 اهو. الصفرين هتقولوا مع الصفرين، اتفضل 10 على 36، نص ال10 5، نص 36 18، يبقى اختصارا 5 على 18 على طول. تمام يا شباب؟ طيب لو انت بقى عاوز تحول العكس بقى من متر على الثانية إلى كيلو متر على الساعة، يعني انت عايز تعكس التحويل، تضرب في 5 على 18 برضه؟ قال لك لا، تعكس الكسر بقى او تقلب الكسر، تضرب في 18 على 5 اهو. لو انا عاوز احول رقم 2 اهو، لو انا عاوز احول من متر على الثانية الى كيلومتر على الساعة، هضرب في كام؟ هضرب في 18 على 5. خلاص؟ يعني عند الرغبة في التحويل العكسي، بص لو كان رقم مرفوع لأس زي مثلا ما خدنا مايكرومتر مثلا، في كم متر؟ كنا بنقول في 10 أس سالب 6. طب المتر بقى في كم مايكرومتر؟ في 10 أس موجب 6. بتعكس إشارة الأس. طيب لو كان كسر بتقلب الكسر، لو أنت عاوز تعكس التحويلة يعني. تمام؟ طيب التحويلة الثانية كده اعتبر دي التحويلة الأولى. التحويلة الثانية يا شباب، ماشي، أنا هعتبر دي كده رقم 1، وأنا هعتبر دي رقم 2، مفيش مشكلة. رقم 3 بقى أهي، لو اداك بقى السرعة بالسنتيمتر على الثانية، خد بالك بقى، أنت عاوز تحولها لمتر على الثانية اللي هي الوحدة الدولية. هضرب برضو في 5 على 18؟ لا، ده بقى أسلوب الناس الحافظة اللي مش فاهمة بقى. ليه؟ أنت عندك الثانية هي الثانية هي زي ما هي، يبقى أنت هتحول من بس، هحول السنتيمتر لمتر. تمام كده؟ يعني تحويلة السنتي خدناها بقى في السبورة اللي قبلها اللي هي كانت كام؟ 10 أس سالب 2 بس. يبقى أنت هنا مش هتعمل حاجة غير إنك تضرب في 10 أس سالب 2. مثال، عندك مثلا سرعة وليكن 50 سنتيمتر في الثانية، دي بتساوي كام متر على الثانية؟ الرقم بينزل زي ما هو، 50 اهي. تمام؟ دي سنتيمتر على الثانية مش كيلو متر على الساعة عشان تقول لي 5 على 18. بحول السنتيمتر، الثانية مش بتتحول يا شباب، أنا بحول مين؟ السنتي بس. السنتي بيتحول بضرب في كام؟ بضرب في 10 أس سالب أس سالب 2 بس كده. تمام؟ طيب بعد كده ده كان تحويلات خاصة بمين؟ بالسرعة. بعد كده تعال نشوف تحويلات خاصة بالزمن. رقم 2 تحويلات خاصة بالأزمنة. بسم الله. بص يا سيدي، في شوية رموز كده لازم تكون عارفها. انت عندك مثلا الساعة ديت يعني اور، ناخد اول حرف اللي هو الاتش كرمز له. طيب والدقيقة هكتب لك الرمز على طول بقى، الرمز بتاعها عندنا المينت. تمام كده؟ طيب والثانية حرف الاس او اس واي سي صغيرين كده، اختصار سكند. طيب واليوم طبعا داي، والسنة يير، وهكذا يعني. طبعا انا مش مدرس انجليزي يعني، بس يعني ايه الفيزياء الرموز بتاعتها بالانجليزي. تمام؟ طيب الازمنة بقى، بص يا سيدي، الواحد ساعة، الواحد اور ديت فيها يا ترى كام دقيقة؟ فيها 60 دقيقة، 60 مينت. ماشي. طيب الواحد ساعة برضو فيها كام ثانية؟ مش هي فيها 60 دقيقة والدقيقة فيها 60 ثانية؟ يبقى هضرب 60 في ايه؟ في 60 يطلع لك الناتج بالثواني، يعني فيها 3600 ثانية. ماشي. طيب اليوم بقى، الوان داي، اليوم الواحد في كم ساعة؟ في 24 ساعة صح؟ في 24 ساعة. طيب في كم دقيقة؟ هتقول لي هضرب عدد الساعات بتاعت اليوم الواحد ل 24 في 60 يطلع لك عدد الدقايق اللي موجودة في اليوم. طب انت عايز تعرف بقى اليوم فيه كم ثانية؟ هتقول لي والله هو فيه 24 ساعة والساعة فيها 60 دقيقة والدقيقة فيها 60 ثانية. تمام؟ يبقى انت كده جبت الناتج بالايه؟ بالثواني. تضربهم بقى بالآلة هيطلعوا لك 86,400 ايه؟
400 ثانية، ده اليوم الواحد. طيب لو انا سألتك بقى الثانية فيها كام من اليوم؟ بالراحة كده، احنا بنقول اليوم الوان داي في 86,400 ثانية. طيب لو انا عايز اعرف بقى الثانية الواحدة الوان سكند يا ترى فيها كام يوم؟ الثانية هيبقى فيها 1/86,400 اهي بكل بساطة، فيها 1/86,400 من اليوم الشمسي المتوسط، بس كده. طيب ماشي، بسم الله. بعد كده ندخل على الجزئية اللي بعدها. احنا كده خدنا تحويلات خاصة بالسرعة، تحويلات خاصة بالأزمنة، في تحويلات خاصة رقم 3 بالكتل بقى. طبعا الأزمنة قلنا الوحدة الدولية هي الثانية اهي كتب جنبها السكند. طيب بعد كده تحويلات خاصة بالكتل. الوحدة الدولية للكتلة يا شباب ايه؟ كيلو جرام. تمام. طيب ممكن يديك واحدة تانية ممكن يديك الكتلة بالجرام، ممكن يديها لك بالطن زي ما انا قلت لك في اول الحصة خالص. والله لو ادالك بالجرام اضرب في 10 أس سالب 3، لان الجرام في 10 أس سالب 3 من الكيلو جرام. طيب لو اداها لك بالطن اكتبها لك جنبها بالعربي. طب لو ادالك بالطن، الطن بتكتب TON كده، تمام؟ مش TE، لا TO. تضرب في كام؟ الطن في 10 أس 3 من الكيلو، الطن في 1000 كيلو معروفة يعني. تمام؟ يعني لو اداك كتلة بالطن اضرب في 10 أس 3. تعال كده نشوف مثال. قلت لك مثلا عندي خاتم كتلته 5 جرام، ده في كام من الكيلو جرام؟ تقول لي بسيطة والله، الخمسة بتنزل زي ما هي، تمام زي ما اتفقنا بقى، والجرام ده رقم اشيل احط 10 أس سالب ايه؟ 10 أس سالب 3. تمام كده؟ طيب مثال تاني، قلت لك مثلا عندي 25 طن من الحديد، تمام؟ يا ترى فيهم كام كيلو حديد؟ هتقول والله ما فيش اسهل من كده، الرقم بينزل زي ما هو، ادي ال 25 والطن ده رقم، بشيل احط ما يساوي 10 أس 3000 يعني. تمام؟ بس كده يا شباب. طيب كده خلصنا تحويلات خاصة بمين؟ بالكتل. ندخل بعد كده تحويلات خاصة بالمساحة. المساحة، أي مساحة يا حبايبي تقاس بالمتر مربع، تمام كده؟ أي مساحة بالمتر مربع. فلو اداك مثلا مساحة بالسنتيمتر مربع هتحولها لي لمتر مربع، تضرب في كام بقى؟ بالراحة بقى، مش احنا كنا بنقول السنتي ده 10 أس سالب 2 اهو، السنتي من سنتيمتر المتر 10 أس سالب 2. طيب دلوقتي السنتي متربع، في ناس تقول لك بقى ايه ده التربيع على المتر. حبيبي لا، التربيع يعتبر على مين؟ على السنتيمتر على بعضها كده، تمام؟ التربيع على مين؟ على السنتيمتر على بعضها كده. طيب السنتيمتر لما يتربع دلوقتي هربع برضه التحويله، تمام؟ فتبقى كام بقى؟ لما يبقى أس كده مرفوع الأس بتضرب الأسين في بعض، يبقى سالب 2 في 2 تبقى سالب كام؟ تبقى سالب 4. يبقى كده السنتيمتر مربع في 10 أس سالب 4 من المتر مربع. بالمثل بقى لو أنا قلت لك مثلا الملي متر مربع في كام من المتر مربع؟ تقول لي والله برضه نفس الطريقة، مش الملي متر كان في 10 أس سالب 3 خدناها في الأول دي. طيب في 10 أس سالب 3 من المتر. طب لما الملي بقى المتر يتربع ربع ال 10 أس سالب 3 تبقى 10 أس سالب كام؟ سالب 3 في 2 سالب 6 على طول، تمام؟ سالب 6 متر مربع، وهكذا. طيب آخر حاجة في التحويلات الخاصة تحويلات رقم 5 بقى، تحويلات خاصة بمين؟ بالحجم. الحجوم تقاس بالمتر مكعب، الحجوم بالايه؟ بالمتر مكعب. طيب لو اداك حجم باللتر، تعال كده نشوف عشان اللتر يعني ايه مشهور شويه. لو اداك حجم باللتر، اللتر بيساوي ايه؟ اللتر بيساوي 10 أس سالب 3 من المتر المكعب، تمام كده؟ لان المتر يعني ايه متر مكعب؟ يعني كأن عندك خزان متر في متر، تمام كده؟ الطول بتاعه متر والعرض متر والارتفاع بتاعه متر، ده بيشيل كام لتر؟ بيشيل 1000 لتر، بيشيل ايه؟
المتر مكعب فيه 1000 لتر، يعني فيه 10 أس 3 من اللتر، يبقى اللتر فيه كام من المتر مكعب؟ في مقلوب الأس بقى فيه 10 أس سالب 3. طيب لو اداك حجم مثلا بالسنتيمتر المكعب وانت عاوز تحوله للمتر المكعب، نفس الطريقه بتاعت المساحه دي هتعمل ايه؟ السنتي ده كان 10 أس سالب 2 اهو، هي طريقه انا عايز افهمك الطريقه مش هحفظها لك. السنتي 10 أس سالب 2. طيب السنتي دلوقتي متربع ولا متكعب؟ متكعب. خلاص كعب التحويله اهي، ارفعها أس 3، يبقى كده 10 اهيت سالب 2 في 3 سالب سالب 6. طيب نفس المنطق لو قال لك ايه المليمتر تكعيب فيه كام يا ترى من المتر تكعيب؟ تقول له والله الملي ده كان 10 أس سالب 3. تمام كده؟ الملي دلوقتي متكعب يبقى انا هكعب ال 10 أس سالب 3، يعني هتبقى 10 أس سالب كام؟ سالب 3 في 3 سالب 9 على طول. بس كده يا شباب. دي كانت السبوره الثانيه معانا. فاضل بس جزئيه مخطط جميل كده، احنا نعتبر كده خلصنا الحصه الثانيه. كان فاضل بس مخطط جميل كده، مخطط لوحدات قياس الطول والمساحه والحجم. تمام؟ طيب بص كده معايا. بسم الله. اول حاجه الطول. معروف ان الطول بيقاس بالمتر. تمام؟ ماشي. لو انا قلت لك مثلا هنا كده، انا لو انا عاوز المتر اهو عاوز احوله للسنتيمتر، هضرب في كام؟ احنا كنا بنقول السنتي في 10 أس سالب 2 من المتر. تمام؟ يبقى المتر في كام من السنتي؟ في 10 أس موجب 2 في 100 يعني. مش لو انت معاك مسطره طولها متر هيبقى فيها 100 سنتي يعني 10 أس 2 اهو. المتر في 10 أس 2 من السنتي. طيب السنتي في كام ملي؟ السنتي في 10 ملي اهو. مليمتر. السنتي في 10 يعني 10 أس 1. طبعا الواحد مش بيتكتب. طيب لو انا بقى عايز احول من سنتيمتر لمتر، طبعا كنت بضرب في هنا كده كنت بضرب في 10 أس سالب 2. تمام كده اهو. طب هنا بقى من سنتيمتر لمتر 10 أس 1. طيب من مليمتر لسنتي 10 أس سالب 1. احنا قلنا عند الرغبه في التحويل العكسي بعكس اشاره الايه؟ الاس. الله ينور عليك. طيب بص بقى الحركه دي من متر لمليمتر هضرب في كام؟ من متر لمليمتر. الملي مش كان 10 أس سالب 3 يبقى من متر الملي 10 أس موجب 3 بقى. تمام كده. يبقى هضرب في 1000 يعني 10 أس موجب 3. طيب لو انا عاوز اعكس التحويله اهو من مليمتر لمتر، ده اللي احنا حافظينها بقى 10 أس سالب 3 واضرب في 10 أس سالب 3، يعني كاني بقسم على 1000. تمام؟ ده بالنسبه للطول يا شباب. رقم 2 بالنسبه للمساحه. المساحه طبعا احنا عارفين هي تقاس بالايه؟ بالمتر تربيع. ماشي. في نفس الكلام اللي فوق هعمله تحت بالظبط. بص كده المساحه طبعا تقاس بالمتر تربيع بقى ادي المتر تربيع، عاوز احوله للسنتيمتر تربيع، والسنتيمتر تربيع عاوز احولها للمليمتر تربيع، وبعد كده احول بقى ايه من سنتيمتر تربيع لمتر تربيع، ومن مليمتر تربيع لسنتيمتر تربيع، يعني التحويله وعكسها. بالراحه بقى. من سنتيمتر لمتر كنت بضرب في 10 أس سالب 2 صح؟ اهو كنت بضرب في 10 أس سالب أس سالب 2. طب هنا السنتي متربع يبقى 10 أس سالب 4. طيب من متر تربيع لسنتيمتر تربيع هعكس التحويله هتبقى 10 أس موجب 4. ماشي. طيب تعالى هنا كده، يعني بص يا شباب من الاخر نفس الكلام دوت هو هنا، بس انت هتربع الاسس اللي عندك دي كلها. تمام؟ هتربع ليه الاسس اللي عندك، يعني هنا كانت 10 أس 2 هنا بقت 10 أس 4، هنا 10 أس سالب 2 تحت 10 أس سالب 4. تمام؟ هنا 10 أس مفيش حاجه يعني 1 يبقى هنا 10 أس أس 2 اهو يبقى 10 أس 2. طيب من مليمتر تربيع لسنتيمتر تربيع هضرب في 10 أس سالب 2. طيب بص بقى اخر واحده، عاوز احول بقى من متر تربيع لمليمتر تربيع، ومن مليمتر تربيع اهو من مليمتر تربيع لمتر تربيع. بالراحه، مش من متر لمليمتر كنت بضرب في 10 أس 3 طيب هنا ال 10 أس 3 بقى هربحها تبقى 10 أس 3 تربيع، يعني 10 أس كام؟ يعني 10 أس 6. تمام؟ انزل تحت خد بالك دي
تبع بس المخطط ده عشان محدش يتلخبط يعني. طيب تحت بقى عندك من مليمتر تربيع لمتر تربيع، هعكس التحويلة دي، يبقى هضرب في 10 أس سالب ايه؟ أس سالب 6. آخر حاجة ندخل على رقم 3، الحجم الفوليوم بيقاس بالمتر تكعيب زي ما قلنا. طيب لو انا عايز اعمل لي مخطط زي اخواته، نفس المنطق، نفس الرسم ده ونفس المخطط ده، بس هكعب كل الاسس اللي عندي. يعني هنا كده ده هو ده، بس انا ربعت كل الاسس. هنا بقى مخطط الحجم يبقى هو نفسه مخطط الطول، بس هكعب كل الاسس عشان وحدة قياسه هي المتر تكعيب بقى، مش المتر بس. يعني دلوقتي المتر تكعيب اهو، عاوز احوله لسنتيمتر تكعيب، والسنتيمتر تكعيب عاوز احولها لمليمتر تكعيب. تمام، والتحويلات العكسيه برضو. يلا نكعب كل الاسس. ها، او ممكن نقول بدون ايه، بدون ما نبص فوق. بص يا سيدي، ما بين السنتيمتر في 10 اس سالب 2، يبقى السنتيمتر تكعيب فيه كام متر تكعيب؟ ال 10 اس سالب 2 تتكعب، يبقى 10 اس سالب كام؟ 6 اهي. 10 تضرب في 10 أس سالب 6. تمام. طيب يبقى فوق هضرب في 10 أس موجب 6. طب تعالى لي هنا كده، السنتي فيه كام ملي؟ في 10. طب هنا السنتي متكعب، يبقى ال 10 هتتكعب، يعني هضرب هنا في 10 أس 3. طيب تحت هضرب في 10 أس سالب ايه؟ 3. طيب آخر حاجة، من متر تكعيب لمليمتر تكعيب، ومن مليمتر تكعيب لمتر تكعيب. الملي قلنا فيه 10 أس سالب 3. تمام. طب 10 أس سالب 3 لما تتكعب تبقى 10 أس سالب 9. تمام، يبقى هنا كده هضرب في 10 أس سالب 9. طيب فوق بقى هضرب في 10 أس موجب ايه؟ 9 طبعا. تمام، ده يعني كان مخطط كده ممكن يسهل عليك شويه. وبكده يا شباب نكون احنا خلصنا الدرس بتاعنا. طبعا كان درس جميل جدا ومهم جدا جدا جدا، يعني هو اهم درس يعتبر في الاساسيات كلها. خلاص تقريبا يعني، وانت بقى بتحل بقى المسائل في اولى وثانيه وثالثه، تقريبا مفيش مساله الا ولازم تلاقي فيها جزء من الدرس ده. يعني مثلا اولى ثانوي مثلا لما يديك مثلا زمن بالدقائق او يديك مثلا طول بالسنتي، لازم تحول للوحده الدوليه. الطول بالسنتي لازم تحوله للمتر، الزمن بالدقيقه لازم تحوله لايه؟ للثانوي، وكذلك ثانيه وثالثه ثانوي. تمام. وورق الشرح هصوره لكم، وكذلك برضو صور السبوره، وهنزل لكم كل الكلام ده في قناه التليجرام، وهنزل لكم الرابط بتاعها تحت في الوصف. لو انت مش منضم ادخل انضم لها، واتمنى لكم كل التوفيق. السلام عليكم.